هل العادة السرية ممكن تسبب الوسواس القهري؟ ده سؤال جالي من أحد المتابعين هنا في القناة. في الفيديو ده هنجاوبك بكل صراحة ونشرح لك علميا ونفسيا ايه اللي بيحصل جواك، والأهم هندي نصايح قوية تساعدك تبدأ من جديد. أولا، يعني ايه وسواس قهري؟ الوسواس القهري بكل بساطة هو اضطراب نفسي بيخلي الشخص عنده أفكار مزعجة بتتكرر جواه غصب عنه، اسمها وسواس، وغالبا بيكون معاها تصرفات متكررة عشان بيحاول يهزي القلق، وده اسمها أفعال قهرية. زي واحد بيخاف من الجراثيم بيغسل ايده 50 مرة في اليوم، اهو ده شخص موسوس كل شوية بيعمل حاجة. يعني مثلا غسل ايده، يعني كل شوية حاسس ان هي متوسخة لسه، فايه وسواس شغال، فحاسس ان هي مش نظيفة. طب ايه علاقة الوسواس ده بالعادة السرية؟ السؤال ده مهم جدا جدا، وخليني اقول لك الحقيقة بكل بساطة. العادة السرية في حد ذاتها مش شرط تكون السبب المباشر في الوسواس القهري، لكن لو بتعملها بشكل مفرط كل يوم او اكتر من مرة مع شعور بالذنب والخوف. لو انت بتعمل العادة السرية كل يوم وبعدها بتحس بشعور بالذنب وتكون خايف، فايه تبدأ الاعراض من. ولو بتشوف مواد اباحية عنيفة او منحرفة، بتشوف افلام بتكون فيها عنف، كله مخالف، دي افعال منحرفة. ولو كل مرة بعدها بتحس انك مكسور او مش نظيف او غلطان او ربنا غضبان عليك، كل ده ممكن يفتح لك باب اسمه الوسواس الديني او الوسواس الاخلاقي، اللي بيخليك تسأل نفسك كل شوية ان صلاتي باطلة، ان ربنا مش هيقبلني، مش هيقبل توبتي، هخش الجنة هخش النار. ده بقى من ناحية التريات بيبدأ الوسواس في النقطة دي. وده مع الوقت بيتحول من مجرد إحساس، يعني أنت بتبقى حاسس بالذنب من الفعل اللي أنت بتعمله، فالإحساس ده من كتر الوسوسة مع نفسك هيتحول لوسواس حقيقي. طيب الدراسات بتقول إيه؟ أبحاث كتير لقت إن فيه ارتباط بين مشاهد الإباحية أو الإفراط في العادة السرية وبين أعراض نفسية زي القلق والاكتئاب وفقدان التركيز واضطرابات النوم والوسواس القهري. لكن أنا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا جدا. ده مش معناه إن أي حد بيعمل عادة سرية هيجيله وسواس قهري، لكن الشخص اللي عنده استدعاء نفسي أو مر بتجارب صعبة أو بيستخدم العادة كطريقة للهروب، هو ده اللي بيأثر على الناحية دي. طب ليه العادة السرية بتسبب وسواس لبعض الناس؟ بكل بساطة، واحد، لأنها بتكسر حاجز الخصوصية، ما بيبقاش عندك خصوصية، دايما بتحصل في السر. حاجات دايما انت بتعملها في السر، تكون قافل عليك باب اوضتك محدش شايفك، وبتخلي الشخص يحس انه بيخبي حاجة، وده بيخلي دماغه طول الوقت شغالة خوف وقلق. انت عامل حاجة وعارف انها غلط، فدماغك بتبقى شغالة من الناحية ديت انك عامل حاجة غلط. وده اتنين، الشعور بالذنب بعد كل مرة. الشعور بالذنب بعد كل مرة بتحس انك عملت حاجة تغضب ربنا، فبتبقى مش قادر تواجه نفسك. تلاتة، الإدمان، كل ما تحاول انك تبطل بتلاقي نفسك بترجع تاني، فبتبدأ انك تحس انك انت عبد لشهوتك. وده بي بي بيولد الوسواس. ما بيجيبلكش وسواس، لا، هو بيبدأ من ناحية الوسواس، بيبدأ يجي من الحتة دي. طيب احنا هجيب لك أمثلة حقيقية من الواقع. شاب بيقول لي كل مرة أعمل العادة بروح أغتسل 3 مرات وأبدل هدومي 4 مرات، وكل ما أجي أصلي أحس إني مش نضيف، فما بقتش بصلي خالص. وواحد تاني تبقى في قدام المراية بعد ما أعملها وأعيط أقول لنفسي ليه عملت كده. بيوقف قدام المراية وبيعاتب نفسه بيقول أنا عملت ليه كده، هل أنا هخش النار؟ بيقول لي إن في صوت جوايا بيقول لي إن أنا اتلعنت، حسيت بلعنة. الاتنين دول مش مجانين ومش شياطين، دول بشر عادي زينا زيهم، وقعوا في فخ العادة ودماغهم بدأت تتعب بيهم. ازاي تعرف الفرق بين الشعور العادي بالذنب والوسواس القهري؟ الوسواس القهري بكل بساطة بتحس بالذنب كل لحظة، وكل شوية تسأل نفسك السؤال، بتتشل ومش عارف تشتغل ولا تذاكر، بتستغفر وتحس انك لازم تستغفر تاني وتالت ورابع. طب الحل ايه وازاي اخرج من الدوامة ديت؟ عايزك تعرف انك انت مش لوحدك، اللي انت فيه ناس كتير بتمر بيه، ومش حاجة اسمها انا ضايع، ومفيش حاجة اسمها انا ضايع، في حاجة اسمها انا بدأت اتغير. اتنين، تبطل العادة السرية والافلام الاباحية
مش هقولك تبطلها تدريجي واحدة بواحدة، يعني هي ممكن انك انت تبطلها تدريجي فترة، بس انا انصحك انك انت لما تبطلها تبطلها مرة واحدة، ما تبطلهاش تدريجي. ما برجحش انك تبطل العادة السرية تدريجي، لا تبطلها مرة واحدة، ودي احسن. 3. اطلب مساعدة لو الوسواس سيطر عليك. لو وصلت لمرحلة بتعيد الوضوء 10 مرات او بتغتسل كل يوم او مش بتصلي، هنا لازما تروح لدكتور نفسي او معالج سلوكي، وده مش ضعف. 4. خليك في مجتمع داعم، شوف تخرج وتشوف الناس، تتابع حاجات مفيدة تعلمك، تتعلم منها، تتعلم حاجة جديدة، تتعلم التداول، تتعلم الربح من الانترنت، تتعلم ازاي تجيب فلوس. كل ده حاجات بتساعدك انك تتخلص من الامر ده. تتابع القناة بتاعتنا، القناة هتفيدك جدا جدا جدا، وهتخليك تبدأ انك تتعافى بإذن الله تعالى. 5. اتعلم تقول لأ لصوتك الداخلي، الصوت اللي بيقول لك ارجع، انت مش هتبطل، ربنا مش هيقبلك، ده مش صوتك، ده الشيطان اللي جواك هو اللي بيقول لك عشان ترجع انك تنتكس، لان الشيطان عايز يسيطر عليك، فانت لازم تبقى اقوى وتتغلب على الشيطان الداخلي اللي جواك. تمرين عملي لو جاتلك فكرة وسواسية بعد العادة، خد نفس عميق. 2. قول يا رب انا تبت وربنا غفور رحيم. 3. عايزك تتجاهل الصوت اللي جواك اللي بيقولك ارجع، اللي بيقولك انت خلاص وقعت في الفخ، عايزك تتجاهله اكن مفيش حد بيقولك حاجة، عايزك اكنك عادي طبيعي. وقعت، لا ابدأ تاني من الأول وخليك مستمر في اللي انت فيه، هتنجح وهتتغلب على الشيطان اللي جواك وهتتوب. رابع شيء، تصلي حتى لو انت حاسس انك انت مش نظيف، ما تبصش ورا، بص على اللي جاي، اللي جاي احسن. مع الوقت دماغك هتتعود تسكت وصوتك الداخلي هيهدى. مع الوقت، مع الاستمرارية في اللي انا بقولك عليه، مش هتحس ولا هتبدأ انك تحس بالوسواس، ولا هتبقى الامر عادي، وهتبدأ انك تكمل وتمشي في طريق التعافي. خلاصة الكلام، العادة السرية مش السبب الوحيد في الوسواس القهري، لكن العادة السرية بتساعد على ظهوره وانتشاره لو كنت بتعملها كتير وبتعيش في ذنب وخوف. مفيش حاجة اسمها انا ضايع فيه، انا محتاج ابدأ، لازما تبدأ. خليك دايما فاكر ان الوسواس مش دليل انك بعيد عن ربنا، بل دليل انك بتحبه وخايف تغلط، وده في حد ذاته بداية جميلة جدا 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 للتوبة. لو حسيت ان الكلام ده اثر فيك، ما تنساش تشارك الفيديو ده مع اصحابك اللي بيمر بنفس الحالة، ما تنساش تشترك في القناة، لان كل فيديو هنا ممكن يكون سبب في انقاذ حياة انسان من العادة ديت او الفعل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.